لكن هيتو بيدخل عليهم وبيكسر الباب على دماغه وبيتصدموا كلهم اول ما بيشوفوا هيتو، والزعيم بيندى على جنوده اللي بره عشان يمسكوه، ضرباته بسيفه وبيضربوا بسيفه ضربه واحده بيطيره. لكن زنزة بيرجع تاني وبيمسك سلاح، وهيتو بيكون سريع جدا لدرجه ان هيتو بيتصدم من سرعته، والزعيم بيهاجم عليه مش بس بالسيف، لا ده بيضربه بالرجل كمان وبالبوكس كمان، يعني من الاخر بيضربه باي حاجه. ورجعنا لكم تاني في فيديو جمدان من مستر غلبان. يلا بينا نبتدي قصتنا النهارده، واللي بتبتدي مع اول واحد بيموت من حراس الزعيم، وبنشوفه هو بيدافع عن زعيمه بجسمه وحياته، وبيدخل عليهم الحارس العملاق اللي بيطلع نار من بقه وبيجري على تاكيدا، والتاكيدا لسه هيضرب عليه نار، فالعملاق بيهدده وبيقول له لو ضربت عليا نار الزيت اللي في بطني هينفجر وهيفرقع فينا كلنا. وفعلا بيضطر تاكيدا ما يضربش عليه نار، بس اول ما بيقرب منه جامد بيضرب عليه نار في وشه مش في بطنه علشان ما يفرقعوش، وبيكون مستخبي في البرميل اللي العملاق شايله الحارس اللي بيضرب بالمسامير، وبيخرج من البرميل وبيضرب المسامير في تاكيدا، بس تاكيدا بيضرب بالرشاش عليه وبيطير المسامير وبيقتل الحارس، وبكده يبقى 3 حراس ماتوا. وتاكيدا اول ما بيقتلهم بياخد ثقه كبيره جدا في نفسه لدرجه انه بيقول هيحكم العالم كله بالسلاح اللي معاه. والحارس الرابع بيسال هيتو بيقول له هياخد وقت قد ايه على ما يمسك السيف بتاعه ويهزم بيه تاكيدا وكمان يدمر الرشاش، فبيقول له 10 ثواني بس. والحارس بيعرف مكان تاكاني فين علشان ينقذوها، وبيقول له انا هسيب لك الباقي، وبيجري ناحيه تاكيدا، وهيتو بيجري على السيف بتاعه يمسكه، وبيفتكر الحارس لما انضم اول مره للجيش بتاعهم وكان بيقاتل الزعيم، وبيضحكوا ويهزروا مع بعض كانوا مبسوطين كلهم. وبنرجع لتاكيدا وهو بيقتل الحارس بالرشاش، وبكده قتل الحراس الاربعه للزعيم، بس هيتو بيمسك السيف بتاعه خلاص، وتاكيدا بيوجه الرشاش ناحيته ولسه هيضرب عليه بيلاقي طلق الرشاش خلص، وتاكيدا بيقول له بعد كل تدريب السنين اللي اتدربوه علشان يبقوا بالقوه دي كلها انا هزمتك بالسلاح اللي معايا، وانا اشتريت السلاح ده بالفلوس، ومعنى كده ان الفلوس هي اقوى حاجه في العالم. لكن هيتو بيقول له ان موتهم ما كانش من غير فايده، وانهم ماتوا وخلصوا الطلق بتاعك كله، وتاكيدا بيجري بيهرب من هيتو وبيتوسل علشان يسيبه عايش، لكن هيتو بيكون متضايق كده منه جدا وبيخبطوا خبطه بيطيروا في الحيطه بس ما بيقتلوش. وبنشوف ميو وهو بيقول لهيتو انت قوي جدا لدرجه انك وانت متعصب كمان بتقدر تتحكم في نفسك وما بتقتلش برضه. وهيتو بيكون تعبان جدا لدرجه ان هو على الارض، بس قام تاني ومسك نفسه وسابوا الزعيم وهو قاعد حزين على حراس اللي ماتوا، وراحوا ينقذوا تاكاكي ودخلوا وكسروا عليها الباب علشان ينقذوها. واول ما شافت هيتو وهو متصاب في صدره قالت ان هي السبب في كل ده، ومسكت السكينه بتاعتها وعايزه تقتل نفسها، لكن زنزة بيمسك السكينه منها وبيتعصب عليها جدا، وبيقول لها ان هيتو كان هيضحي بنفسه علشان ينقذك، تقوم انت تقتلي نفسك وتضحي بكل اللي عمله. هم بينقذوها الشرطه بتيجي وبتقبض على كل الجيش، وزنزة بيمسكها علشان يهربوا، لكن بتضربه وبتجري على هيتو وبتديله مرهم بيعالج الجروح، وبتقول لهم على الباب السري اللي هيهربوا منه وبتشكرهم على انقاذها. والشرطه اول ما بتدخل القلعه فبتلاقي الرشاش، فبيتصدموا كلهم انهم معاهم سلاح جامد قوي كده، وتاكاني لسه هتروح تسلم نفسها، وتاكيدا بيعترف عليها انها هي اللي بتبيع المخدرات، والمأمور بيسالها انت فعلا اللي بتعملي كده، ولسه هتعترف وتقول له هيتو بيمسكها من بقها، وبيقول للمأمور مش هي اللي عملت كده، وتاكيدا بيقول له ما حصلش، لكن هيتو بيبص له حته بصه بتخليه يسكت، والمأمور بيسمع كلام هيتوكيري وبياخد تاكيدا وبيسيبه تاكاني، وهيتو بيقولها لو انت متي الناس اللي اتقتل بسببك مش هترجع، لكن لما تتعلمي الطب وتعالجي الناس وتنقذي ناس كتير من الموت، ودي الطريقه الوحيده اللي تكفري بيها عن ذنوبك، وبيقنعوها انها ترجع معاهم المدرسه. وهيتو بيقول للمأمور هيعملوا ايه مع الزعيم، لكن المأمور ما بيكونش عارف هو بيتكلم على مين، فبيقول له انا بتكلم على الراجل اللي فوق، فبيقول له مفيش حد فوق غير تاكيدا واربع جثث من غير رؤوس، وبيستغرب هيتوكيري جدا ان الزعيم هرب، بس المأمور بيقول له ان مفيش حد هيعرف يهرب من الجنود اللي واقفه بره، هم مأمنين كل المداخل والمخارج، بس هيتو بيقول له ان في ممر سري، وفعلا بيروح عند الممر السري بيلاقوه مفتوح، وبيشوفوا الزعيم وهو ماسك رؤوس الحراس وواقف على السور، وهيتو بيطلب من الزعيم انه يقتله، والزعيم بيقول له اوعى تموت غير لما واجهك، وبياخد الرؤوس وبيجري، وبعدها بيرجعوا المدرسه والكارو كلهم وبيقعدوا ياكلوا كلهم مع بعض. وتاني يوم البنت بتمشي مع الطبيب اللي في البلد، وبنشوف ميوجن تاني يوم وهو بيقعد يتدرب كالعاده علشان يبقى اقوى، وهيتو بيغسل المواعين كالعاده برضه، وبيدور على ميوجن ما بيلاقيهوش، وبيستغرب انه بقاله فتره كبيره بيختفي فين، فبيقعدوا يتخانقوا هو بيروح فين. كارو بتقول انه بيروح ياكل في مطعم، وزنزة بيقول انه بيروح يقابل بنات، وهيتوكيري بيقول انه بيتدرب بالسيف. ولكن لما ميوجن بيرجع وهيتو بيساله انت بتروح فين يا معلم، فبيقول له انا بخرج بتمشى. وتاني يوم ميوجن بيخرج يتسحب، بس المره دي كلهم بيراقبوه وبيمشوا وراه، بيلاقوا دخل المطعم اللي بياكلوا فيه، بيدخلوا المطعم يدوروا على ميوجن وبيعرفوا ان ميوجن بيشتغل في المطعم، وبيشوفوه وهو بيشتغل وبيساعد البنت، وبعدها بيقعدوا ياكلوا، وبنشوف البنت اللي كانت بيساعدها ميوجن وهي ماشيه مع الرجاله باسلحه، وميوجن بيشوفها فبيطلب منها انها تديهم مفتاح الخزنه علشان يسرقوها، بس هي ما بترضاش تديله المفتاح، فبيتعصب عليها وبيضربها، ولسه هتطلع البنت الصغيره المفتاح ميوجن بيدخل وبيضرب كذا واحد فيهم، وهيتو بيشوفه وهو بيضربهم وبيهجم عليه واحد منهم، بس ميوجن بيتفادى الضربه بتاعته وبيضربه، وزعيمهم بياخد سيف خشب وبيرمي على ميوجن وبيوقعوا على الارض وبيتجمعوا عليه كلهم وبيضربوه، وزنزة وكارو بيمسكوا في هيتو علشان
عشان واقف يتفرج على ميوجن. هو بيتضرب ومش راضي يساعده، وكارو عايزه تتدخل وتنقذ ميوجن، لكن هيتو بيمنعها وبيقول لها سيبي ميوجن ينقذ نفسه بنفسه. والبنت بتدي المفتاح ليهم عشان يسيبوا ميوجن، وفعلا بياخدوا المفتاح وبيسيبوه وبيمشوا. والبنت بتقعد تعيط، وميوجن بيقرر انه هياخد المفتاح قبل ما يسرقوا الخزنه. وبعدها بيمشوا وبيرجعوا المدرسه. وتاني يوم بيتدرب ميوجن على الالواح الخشبيه، وميوجن بيروح يطلب من هيتو انه يشوف له طريقه قتال جديده، وتكون الطريقه دي يعرف يقاتل بيها كذا واحد في نفس الوقت. وبيقول له على خطه كده تنفع انه يضحك ويمثل انه هيهرب، وبيسحبهم واحد ورا واحد علشان يواجههم لوحدهم. وكارو بتقول له ان القتال بتاعنا بيكون لحمايه الاخرين، انت لو خسرت في القتال ده مش هتتضر لوحدك، هتتضر انت واللي بتحميهم كمان. وبالليل بيروحوا يسرقوا الخزنه، لكن ميوجن بيسرق منهم المفتاح وبيجري، وبينفذ الخطه بتاعت هيتو وبيهزمهم كلهم واحد ورا واحد. ولسه هيهجموا عليه كلهم، بس اول ما بيشوفوا هيتو وزانزا بيجروا ويهربوا، وزعيمهم بيواجه ميوجن بس المره دي بسيف حقيقي. وكارو بتروح تقف مع البنت الصغيره، وميوجن بيتفادى كل ضرباته، بس هو بيتعصب عليه وبيضربه خبطه في رجله بالسيف بتاعه، لكن ميوجن بيرفع رجله وبيحطها على السيف وبيضربه بالسيف الخشب بتاعه على دماغه وبيخليه يغمى عليه. وميوجن بيلاحظ وجودهم معاه وبيروحوا البنت وبعدها بيمشوا. تاني يوم كارو بتطلب من هيتو انه يروح معاها التدريب بتاعها، بس هو بيرفض انه يروح، فبتقول له خلاص روح اشتري شويه حاجات من السوق. فبيقول لها لا، وعلى ايه، انا اجي معاكي احسن. وبنروح نشوف طفل وهو قاعد مع المعلم بتاعه في الغابه، وبيقول له قايمه باقوى الناس اللي موجوده في البلد ومن ضمنهم هيتوكيري. وبنرجع لكارو وهي رايحه التدريب مع هيتو وميوجن، والمعلم بتاعها بيطلب من هيتو انه يتدرب طلابه، لكنه بيرفض وبيقول له انا جاي اتفرج بس. وكارو بتهزم معظم الطلاب، والمعلم بيروح يقعد مع هيتو، وهم قاعدين بيدخل عليهم الراجل اللي كان بيدور على الاشخاص الاقوياء، والطلاب بيحاولوا يوقفوه بس ما بيعرفوش. وبيروح يقف عند المعلم وهيتو وبيتحدى المعلم في قتال، والمعلم بيوافق على القتال بتاعه بس بقوانينه، وبيدخل عليه تلاميذه بالسلاح بتاعه. واول ما بيدخل بيقعد يتريق على السيوف الخشب اللي مع الطلاب، فبيتضايق ميوجن وبيضربه بالرجل، والاتنين بيكونوا بنفس الطول ونفس السن يعتبر، وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض كتير ويبداوا التحدي هما الاتنين. وبيهجم الراجل على المعلم وبيخبطوا خبطه بسرعه وبيهزمه في اول جوله، بس المعلم دراعه بيتكسر، بس ما بيستسلمش وبيهجم عليه تاني، بس بيتهزم في المره التانيه وبياخد النقطه، بس ما بيسيبش المعلم برضه وبيكون عايز يموته، ولسه يضربه ويقتله. هيتو بيتدخل وبينقذ المعلم، والراجل ده اول ما بيعرف ان هيتو هو الشخص اللي الولد قال له عليه فبيتحداه في القتال، لكن هيتو بيرفض التحدي بتاعه، وبيطلب الراجل من تلاميذه انه يحرق اليافطه بتاعه المدرسه، وبيقول لكل الطلاب اللي موجودين انه هيتحدى اي واحد فيهم، بس محدش فيهم بيوافق على التحدي بتاعه ما عدا كارو بتوافق على التحدي. بس هيتو بيرجع تاني وبيدخل وبيوافق على التحدي بتاع الراجل، بس بشرط انهم يستعملوا سيوف خشبيه. وبيهجم الراجل على هيتو، بس هيتو بيتفادى كل ضرباته حتى الضربه السريه بتاعته، وبيستسلم الراجل وبيسيبهم وبيمشي. بعد ما بيمشي بيشوف هيتوكيري الارض، بيلاقيها مكسوره من قوه خبطه السيف، مع انه سيف خشب والمفروض ما يعملش كده. وبيرجعوا تاني للمدرسه بتاعتهم، وهيتو بيكون مشغول بالتفكير في الراجل. وبعد شويه بيدخل عليهم خادم الراجل ده وبيطلب منهم انهم يحضروا البيت الراجل، وفعلا بيوافقوا وبيروحوا معاه البيت. وبيروح هيتو يتكلم مع الراجل وبيساله هيتو انت عايز مني ايه؟ فبيقول له ان مقاتلين السيف قوتهم ضعاف اول يومين دول، وانا عايز ارجعهم تاني لقوتهم زي الاول، واول حاجه عايز اعملها اني ادمر كل السيوف الخشبيه الموجوده علشان هي السبب في ضعف المقاتلين. وبيطلب من هيتو انه يساعده في تحقيق حلمه، بس هيتو بيرفضه وبيسيبه وبيمشي. بس الراجل بيمسك سيفه وبيهجم على هيتو، وبخبطه واحده من سيفه بيكسر بيها الجسر اللي واقف عليه، وبيهجم عليه بكذا ضربه، بس هيتو بيتفاداهم كلهم، ومن قوه سيفه بيقطع الشجر وبيكسر الصخور، وبيضربه ضربه بالسيف بتاعه، بس هيتو بيستخدم سيفه وبيكسر بيه سيف الراجل، وبعدها بيسيبه ويمشي. وبعدين بيروحوا يفكوا الطفل، وميوجن بيقول له يبقى تعالى في وقت نتقابل فيه، وبيمشوا وبيرجعوا البيت. وبالليل الطفل بيروح لهم وبيواجه ميوجن، وبيلاحظ ان ميوجن ان الطفل ده عمره ما مسك سيف قبل كده، وعلشان كده ميوجن بيرفض انه يواجهه، لكن كارو بتساعد الطفل وبتدربه على القتال. وهيتو بيعمل لهم اكل وبياكلهم، وبيروح يقعد مع الطفل وبيتكلم معاه. وبنشوف هيتو وهو يتخانق مع الطفل، بس كارو بتقول لهم اتدربوا على القتال، وبتخلي ميوجن يدافع والطفل يهاجمه. وفعلا الطفل بيبدا يهاجم ميوجن، وبتصدم ميوجن وهيتو من سرعه تعلم الطفل، وكمان من زياده قوته بالسرعه الكبيره دي. بعد ما بيخلصوا تدريب بيروحوا ياكلوا في المطعم، وكارو بتطلب من الطفل انه يكون تلميذها، لكن الطفل بيرفض وبيقول لها انه عايز يتعلم القتال من معلمه علشان يبقى اقوى. وبيفتكر الطفل لما كان في عصابه بتهاجمهم، والمعلم بتاعه انقذهم من العصابه، ومن ساعتها هو نفسه يبقى قوي زي المعلم بتاعه. وبيطلب الطفل من هيتو لما يقاتل معلمه يقاتله بعدل. وفجاه بيدخل عليهم معلمه وبيهاجم هيتو بالسيف، لكنه بيتفادى كل ضرباته وبيضربه على دماغه. وبيستخدم المعلم ضربه جديده بس بتيجي على هيتو والطفل، بتعور الاتنين في دراعهم. وبنعرف بعدها انه مش معلم وكان بيضحك عليهم وانه نصاب، وبيقول لهم انه كان مستحمل الطفل ده علشان ابوه غني ومعاه فلوس كتير، علشان كده قرر انه يبقى المعلم بتاعه، وغير كده ما كانش علمه اصلا حاجه. ولسه هيهاجمه تاني بنفس الضربه، هيتو بيطلب منه انه يستناه علشان يودي الطفل يتعالج ويرجع له تاني. وزنزا بيستنى مع المعلم وبيقول له انت عارف انت عملت ايه؟ انت عصبت اكتر شخص مرعب في العالم، وانت كان بتنقذ
بتنقذ الطفل وبتعالجه، بس بتقول لهم انه مش هيعرف يقاتل بالسيف تاني بسبب اصاباته. واول ما يروح ميوجن بيسمع اللي بيقولوه بيتعصب وبيمسك في الدكتور علشان يعالجه، وبيسمعوا صوت الطفل وهو بيقع على الارض وما بيعرفش يحرك دراعه حتى، وبيطلب منه ميوجن انه يروح يتفرج على القتال، وفعلا بياخده وبيجري علشان يتفرجوا على القتال. وبيرجع هيتو للمعلم وبيكون متعصب جدا، والنصاب بيستخدم ضربته السريه، بس هيتو بيتفاداها مره ورا التانيه ورا التالته، وبيضرب عليه كذا ضربه ورا بعض، بس هيتو بيتفاداهم كلهم ما عدا ضربه واحده بس بتيجي في ايده وبتجرحه جرح بسيط، وبيهجم عليه التاني بسرعه اكبر وبقوه اكتر، لكن هيتو بيتفاداها كلها ما عدا ضربه واحده برضه بتيجي في رجله. وبيفكر النصاب انه كده فاز على هيتو علشان هو مش هيعرف يتحرك برجله المصابه، بس على مين يابا، ده بيواجهه هيتو والنصاب بيضربه بهجماته لكنه بيصدها وبيطير سيفه من الظهر في دماغه، وبعدها بينط عليه وبيخبطه في دماغه وبيوقع على الارض وبيهزمه. وميوجن بيجري على هيتو لكن النصاب بيمسكه من رجله وبيقول لهم لو اتحركتوا هقتل ميوجن، بس ميوجن بيقول له اقتلني انا مش مستسلم، وبيتصدم النصاب من عزيمتهم وبيسيب ميوجن بعدها وبيمشوا. وتاني يوم بيروحوا وبيرجعوا لبيتهم، والطفل بيقعد يعيط بسبب اللي حصل في ايده وانه ما عادش هيعرف يتعلم القتال بالسيف، وبيقرر ابو الطفل انه ياخد ابنه ويسافر المانيا علشان يعالجه. ويوم السفر ميوجن واللي معاه بيروحوا يودعوه، وميوجن بيشوفه وهو زعلان علشان كده بيهجم عليه بالسيف الخشب اللي معاه، بس الطفل بيصد الضربه بالعصايه وبيقول له انت هتفضل زعلان لحد امتى؟ هو انت علشان النصاب ده ضحك عليك تستسلم؟ لا انت المفروض تبقى اقوى بكتير من كده علشان تنسى احساس الخيانه اللي انت حاسه ده. وبيتعصب عليه الطفل وبيزقه وبيقول له انا سايبك تتكلم براحتك وتهري، فبيقول له مش هسيب قتال السيف، وبيهجم عليه وبيقعدوا يتقاتلوا مع بعض، والكل بيكون مصدوم من اللي بيحصل. وبعدها بيمشي الطفل هو وابوه وبيكون مبسوط، وهيتو بيكون بيفكر في النصاب. وتاني يوم بنشوف زنزا وهو في المطعم مع زمايله عمال بياكل، وميوجن بيكون شغال في المطعم، وزنزا بيسيبهم وبيمشي. وهو ماشي بيقابل هيتو وكارو عند محل بيبيع رسومات، وبيشوف رسمه للقائد بتاعه، واول ما زنزا بيشوف الرسمه بيتعصب على صاحب المحل وبيساله على مكان الشخص ده، واول ما بيقول له مكانه بيسيبه وبيمشي. وبيروح زنزا للشخص ده وبيطلع صاحبه اللي كان معاه وهو طفل صغير، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وهيتو وكارو بيمشوا وبيعرفوا زنزا ان صاحبه بيفكر في الانتقام، وانه بيعمل خطه كبيره، وانه حظ انه لقى زنزا في نفس الوقت اللي خلص فيه كل حاجه تخص الخطه. وبيطلب من زنزا انهم يكونوا جيش من جديد ويهزموا بيه الحكومه، وكمان بيقول له انه عايز يدمر مكان مركز المحافظه ويفرقعها باللي فيها، وبيكون معاه قنابل كتيره قوي. وبيطلب من زنزا انه يساعده في المهمه الصعبه قوي دي، وبيكون طول الفتره دي عمال يخطط ليها وعمال يصنع في القنابل. وبتصدم زنزا من كلامه وبيمشي زنزا وهو مش عارف هيعمل ايه. وصاحبه بيقعد يفتكر لما كان هو صغير مع القائد بتاعهم وهو بيتعلم القتال بالبندقيه، والقائد بيقول له انا عايزكم لما الجيش يتغير تبنوا انتوا جيش جديد خاص بيكم انتوا. وتاني يوم بيرجع زنزا للمدرسه وبيطلب من كارو انه يستخدم المدرسه بتاعتها علشان يعمل حفله كبيره بمناسبه انه لقى صاحبه بعد غياب 10 سنين. بس كارو بتتصدم انه هيجيب فلوس منين للحفله دي، لكن زنزا بيقول لها ما تحمليش هم الفلوس وبيسيبها وبيمشي. وكارو بتفكره اتجنن خلاص، وبيعملوا الحفله وبيكون فيها عدد كبير جدا من الناس، وبنعرف ان زنزا جاب فلوس من صاحبه، والكل بيتصدم ان زنزا بيعمل حفله، وصاحبه بيقعد يرسم لهم رسومات، وبيقرر انه يرسم هيتوكيري. بس اول ما بيعرف انه كان من جنود الامبراطور بيقرر انه ما يرسمش وشه، يا دوبك بس رسمه العلامه اللي في وشه بس. بعد ما الحفله بتخلص الكل بيمشي والباقي بينام، وبنعرف ان زنزا عمل الحفله دي مخصوص علشان تكون عربون شكر لهيتو هو واللي معاه. وبيقول لهم وهم نايمين ان الجيش القديم بتاعه مكانه كبير جدا في قلبه، وانه صاحبه هيعمل جريمه كبيره قوي. وبيقول له هيتو انه ساعتها مش هيمانع انه يقتله، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبيكون هيتو صاحي مش نايم، وبيروحوا هما الاثنين عند مركز المحافظه علشان ينفذوا الخطه بتاعتهم، وفعلا بيرموا قنابل على البوابه علشان يجذبوا انتباه الحراس ويعرفوا يدخلوا المبنى. فعلا بيعملوا كده وبيعرفوا يدخلوا المبنى، واول ما بيوصلوا بيلاقوا هيتو وبيتصدموا كلهم من وجوده جوه، وبيرفع سيفه عليهم علشان يوقفهم، لكن صاحب زنزا بيرمي عليه قنبله، بس هيتو بيقطع القنابل دي نصين باستخدام السيف بتاعه طبعا، وبيتفادى كل القنابل بتاعته. وزنزا بيضرب صاحبه وبيشيله وبيمشي، وهيتو بيفتح لهم طريق وبيكسر جدار بسيفه وبيهربوا. وزنزا بياخد صاحبه لبيته، واول ما بيصحى بيدور على القنابل بتاعته بس ما بيلاقيهاش. وزنزا بيقول له ان هيتوكيري خد كل القنابل بتاعتك، بس صاحبه ما بيستسلمش وبياخد سكينه عشان يقتل بيها نفسه قدام الحكومه ويفضحهم علشان الشعب يعمل ثوره عليهم. بس زنزا بيحاول يمنعه وما بيعرفش، وبيرمي قنبله دخانيه على زنزا وبيهرب، وصاحبه بيهرب من الشرطه. بس زنزا اول ما بيقابله بيترمي عليه، وبيقعدوا كلهم عند النهر، وزنزا بيضرب صاحبه، وصاحبه بيمسك السكينه علشان يضرب بيها زنزا، بس بيرجع في كلامه وبيرميها، وبيواجهوا بعض بالايد، وكل واحد فيهم بيضرب في التاني. وصاحبه بيوقع زنزا على الارض وبيقعد يضربه فيه، بس زنزا ما بيسكتش وبيضربه هو كمان، وبيقول له ان العالم اتغير عن العالم اللي كان فيه، وبيحكي له عن صحابه وكل الناس اللي يعرفهم وقد ايه هم ناس كويسين، وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا سوا. وصاحبه بيستسلم وزنزا بيشيله ويمشي، وبنشوف هيتو وهو بيدفن القنابل كلها وبيرمي قنبله واحده في السماء. اول ما زنزا وصاحبه بيشوفوها بيفرحوا علشان بيكون شكله شبه القمر. وتاني يوم بيروحوا تاني، وصاحب زنزا بيفتكر لما كانوا
كانوا صغيرين وبيتقاتلوا مع بعض، وان القاتل بتاعه ساعده في هزيمه زنزة. وبعدها بنشوف زنزة وهو ماشي مع هيتو وهم معديين عند محل بيبيع رسومات، بينده عليهم صاحب المحل وبيدي لزنزة رسمه من صاحبه وبيقول له انه قال عليها ان دي اخر رسمه من رسوماته. واول ما زنزة بيشوف الرسمه بيفرح. تاني يوم بيتجمعوا كلهم وبيشربوا شاي في المدرسه ومعاهم مساعد الدكتور، وهم قاعدين بيشربوا الشاي بيطلبوا من هيتو يحكي لهم قصه من قصص حياته، وبيقول لهم هو ماشي كان في سواق حنطور بيجري بسرعه لدرجه انه كان هيخبطه، وساعتها كان في واقعه على الارض مصابه وبنتها بتعيط وعايزين دكتور. وسبحان الله السواق ده ساعتها بيكون معاه دكتور في العربيه، بس الدكتور ده بيكون اجنبي وكمان لابس قناع على وشه وشكله غريب. والدكتور بيعالج الام والسواق بيطمن الطفله علشان ما تعيطش، والدكتور بيطلب من السواق انه يجيب له دواء، ولسه هيروح يجيبه بيلاقي راجل ومعاه عصابه واقفين قدامه وبيكونوا عايزين يضربوا الدكتور علشان بيعالج الناس في المنطقه من غير ما يستأذن منهم. فبيتعصب السواق عليه وبيقول له يعني ايه يعالج الناس يعني من غير ما يقول لك؟ هو انت ما بتعالجش غير الناس الاغنياء ولا ايه؟ فبيرد عليه بكل بجاحه وبيقول له اللي هيدفع هو اللي هيتعالج، غير كده لا. لكن السواق بيتعصب اكتر من كلامه وبيقول له ان الدكتور ده بيعالج كل الناس ومن غير ما ياخد منهم فلوس. الراجل بيقول له ما هي دي المشكله انه بيعالج كل الناس، وده هيخلي ما حدش يجي لي ويدفع لي فلوس عشان اعالجه، وده هيخسرني كتير قوي. وبيطلب من الدكتور انه ما يعالجش الام، وانه لو عالجها هيضرب الام لحد ما تموت علشان ممنوع ضرب اي شخص اجنبي في البلد. ولسه هيهجموا على الام بيدخل هيتو علشان يوقفهم، وبيهجم عليه واحد منهم بس هو بيتفاداها وبيطير وبيدوس على وشهم كلهم. والسواق بياخد الطفله وامها وبيجروا، وهيتو بياخد الدكتور وبيجري هو كمان، وبيروحوا فندق والدكتور بيعالج الام. والسواق بيحكي لهيتو ان الدكتور عالجه لما رجله اتكسرت وهو معهوش فلوس، وكمان ما بياخدش فلوس من الناس الفقيره اللي بيعالجها. والدكتور بيشكر هيتو على المساعده بتاعته وبيطلب منه انه يعزمه على كوبايه شاي، يعني يحسبها كده كعربون شكر. وكمان بيطلب من السواق انه يشرب معاهم شاي. وفعلا بيروحوا مطعم كبير قوي وفي ناس مهمه، وفي واحد بيفتح لهم الباب بس المشكله انه معاه سيف، وبيلاحظ ان هيتو معاه سيف هو كمان وبيعرف انه ساموراي. وهيتو بيلاحظ ان هو كمان معاه سيف بس السيف شكله غريب شويه. وبيقعدوا ياكلوا ويشربوا، وبعدها بيقرروا انهم يزوروا المعالم السياحيه اللي في المدينه، بس المشكله ان العربيه ما بتشيلش غير شخص واحد وهم 3 اشخاص. فقرروا انهم يلعبوا حجره ورقه مقص على اللي يخسر هو اللي هيسوق العربيه والتاني هيجري جنب العربيه، واللي هيكسب هو اللي هيركب العربيه. وبيلعبوا حجره ورقه مقص وسبحان الله ما حدش فيهم بيخسر، فبيقرروا يسحبوا ورق بالحظ كده، وهيتو بيطلع هو اللي هيركب العربيه، والدكتور هو اللي هيسوق العربيه، والسواق هو اللي هيجري جنب العربيه. وفعلا بيعملوا كده بس الدكتور ما بيكونش قادر يسوق العربيه، وفي الاخر كلهم بيزقوا العربيه وبيروحوا يزوروا المدينه. بعد ما بيخلصوا والليل بيجي السواق بيطلب من هيتو انه يعيش معاهم في المدينه وما يسيبهاش خالص، وبعدها بيمشي. والدكتور بيخلي هيتو يعيش معاه في نفس البيت. فالدكتور بيجي له رساله وبيدخل الاوضه على الدكتور عشان يديله الرساله، واول ما بيدخل بيلاقي بنت هي اللي في الاوضه، واول ما بيعرف انها بنت بيقفل الباب على طول وبيخرج. وبنشوف الراجل وهو بيطلب من واحد انه يقتل الدكتور، وبيقول له انه مش هيعرف يقتل الدكتور بنفسه علشان اجنبي، وكمان علشان معاه هيتو حارس ليه، وده حارس قوي جدا ورجالته مش هيعرفوا يهزموه. وبيوافق على المهمه، وبنعرف ان اللي هيقتلهم هو الشخص اللي فتح الباب وهو في المطعم. وبيدخل عليهم وبيعرف ان الشخص اللي هيقتله هو هيتو، وبيقول لهم ان هيتو هو القاتل الاسطوري. وكمان الراجل الجاحد ده بيطلب منه انه ينشر مرض الجدري في البلد علشان يخلي الناس كلها تتعب ويعالجهم وياخد منهم فلوس كتير ويبقى غني. وبنشوف قتال بين الاجنبي وحارس الراجل، والاجنبي بيطلع السيف بتاعه اللي شبه المسمار الكبير وبيهجم عليه الحارس، بس الاجنبي بيهزمه بضربه واحده. وبنرجع تاني لهيتو وهو بيتكلم مع الدكتور وبيقول لها يا ليه اتنكرت في شكل راجل، فبتقول له ان عندنا في البلد صعب البنت تبقى دكتور، والدكاتره المشهورين على طول بيكونوا رجاله وبيثقوا في الرجاله اكتر من البنات. فبتقول له علشان كده اتنكرت في شكل راجل. وبتقول له انها كانت ممثله وبتمثل له مشهد. وبيقرر هيتو انه يمشي علشان ما ينفعش يقعد مع بنت في بيت واحد. وبيمشي هيتو، وبعدها بنشوف السواق وهو رايح للدكتور علشان في حد تعبان. هما ماشيين القاتل الاجنبي بيقف قدامهم، والقاتل بيضربهم ضربه واحده بيكسر بيها العربيه وبيطيرهم كلهم. والراجل بيراقبهم هو والحارس بتاعه علشان يتاكدوا انه قتل الدكتور، وفعلا بيمسك الدكتور علشان يقتله، بس هيتو بيدخل وبيطلب من القاتل انه يسيبه. والقاتل بيعرف ان هيتو ده هو القاتل الاسطوري. واول ما السواق والقاتل بيعرفوا بيتصدموا، وبيطلب من هيتو انه يستخدم سيفه بس هو بيرفض، علشان كده القاتل بيحط سيفه في وش الدكتور. وبنشوفه هو بيعتذر لها اول ما بيسيبها، وبيخلي هيتو يستخدم سيفه. والقاتل بيهجم على هيتو وبيضربه كذا ضربه، وهيتو بيتفادى كل الضربات قبل ما بتوصل ليه في اخر ثانيه. والقاتل بيستخدم تقنيه غريبه علشان يهجم بيها على هيتو، وبيهجم بسرعه عليه وبيقلب هيتو على الارض وبيلفه وبيضربه ضربه وهو بيتقلب على وشه، وبيطيره فيها وبيكسر السيف بتاعه. والقاتل بيتصدم من قوه هيتو، وهيتو بيوريه السيف بتاعه وبيقول له انه بيستخدمه علشان ما بيقتلش بيه حد. والراجل بيخرج وبيرمي الازازه اللي فيها مرض الجدري، بس الدكتور بيجري عليه عشان يمسك الازازه، بس الراجل بيمسكه من هدومه. ولسه هيقع على الارض السواق بيحاول يمسكه بس بيقع منه تاني. ولسه هيقع القاتل الاجنبي بيمسك الازازه، والراجل بيهرب بس السواق بيضربه بعجله
عجلة العربية وبيمسكوه وبياخدوا القاتل يعالجوه. وتاني يوم بتصحى الدكتورة وبتروح تطمن عليه، فبيقول لها انه كان حلمه يبقى اقوى واحد، بس هيتو بيدمر حلمه والدكتورة بتشجعه انه ما يستسلمش. وبعدها بنشوف الدكتورة والقاتل وهيتو كيرو وهو بيتكلموا سوا، والقاتل بيقول لهيتو ان شرف كبير انه واجهه. وبنشوف القاتل وهو معاه سيف عادي وبيقرر انه يفضل مع الدكتورة ويحميه. والدكتورة بتقرر انها ترجع لبلدها تاني وبتشكر هيتو وبتحط ايديها على الاصابة اللي في وشه، وبتقول له ان الاصابة اللي في وشه دي بقالها زمن طويل بس شكلها كانت اصابة جديدة في نفس الوقت ازاي مش عارف. وكمان بتقول له انه يسافر معاها بلدها ويبدا حياته من الاول، يمكن يخف من المرض النفسي اللي هو فيه، بس هو بيرفض وبيقول لها انه هيفضل هنا عشان يحمي الناس ويكفر عن ذنبه. وبنشوف هيتو وهو قاعد بيتفرج على كارو وهي بتتدرب، بس بيكون سرحان ومش مركز، بس كارو بتضربه علشان يركز. وبعدها بيمشوا وهم ماشيين كارو بتساله انت كنت سرحان في ايه، فبيقول لها كنت بحلم بالماضي بتاعي، ودي بتكون اول مره يحلم بيها من زمن طويل. وبيحكي لهم عن المعركه القويه اللي كانت بينهم وبين الاعداء في الماضي، وبيقول لهم كمان ان اعدائه كانوا بيحاربوا متفرقين في مجموعات. وبيقول لهم كمان ان الضباط الرئيسيين اقوياء جدا لدرجه انه لما كان بيواجه كان بيهزمهم بصعوبه قوي، بس معظمهم ماتوا دلوقتي. وبعدها بيمشوا وبيسيبوا هيتو. ونشوف واحد بيبيع ادويه بيدخل على زنزة في المدرسه وبيعرض عليه الادويه علشان يشتريها، لكن زنزة بيقول له مفيش حد هنا في البيت. وبيلاحظ زنزة ان الراجل ده بيضحك عليه علشان باين على ايده انها متعوره من كتر التدريب بالسيف. وبيمسك ايده وبيتاكد، وفجاه بيرجع لورا وبيخاف من نظراته وبيطلع السيف من ظهره، وزنزة بيهجم عليه وبيخبطه خبطه بيطيره، بس هو ما بيتاثرش وبيهجم عليه. وبنرجع نشوف هيتو وهو شكله حزين، وهم ماشيين المساعده بتاعت الدكتور بتشوفهم وبتتكلم مع كارو. وبيوصلوا المدرسه، اول ما بيوصلوا بيلاقوا المدرسه متكسره، وهيتو بيفتح الباب بيلاقي زنزة مرمي على الارض ومضروب بالسيف في جسمه. بنروح نشوف البائع ده وهو قاعد بيحتفل بالهزيمه، وبنعرف انه كان قائد الفرقه الثالثه للعدو اللي كان بيواجهه هيتو من زمان. وكمان بنعرف ان اللي بيحتفل معاه كان هو نفس الشخص اللي كان مخلي قاطع الطريق يقتل الحكومه واللي هيتو هزمه وفي الاخر قتل نفسه. وكمان بنعرف انه شغال دلوقتي عسكري وبيسيبهم وبيمشي وبيرجع شغله الرسمي. نرجع لزنزة وتكاني بتعالجه. بعد 3 ايام بنشوف ان زنزة لسه نايم وهيتو لسه قاعد في الاوضه وعمال يفكر، وبيعرف ان اللي عمل كده في زنزة كان القائد الثالث بتاع الجيش. وكمان بنشوف اللقطه اللي القائد هزم فيها زنزة. وبنرجع لهيتو وهو متعصب على الاخر وبيضرب بالسيف بتاعه في البيت، بس ما بيكسروش وبيقل من حد السيف. وبعدها بنشوف القائد وهو بياكل وبيطلب من اللي معاه انه يوصل رساله لهيتو علشان يبلع الطعم اللي عمله له. وبنروح نشوف هيتو وهو ماشي وبيروح يواجه الشخص اللي القائد بعته وبيهزمه بسهوله وكمان بظهر السيف. ولما بيلاقي نفسه بيخسر بيقعد على الارض وبيطلب منه انه يسامحه، وكمان بيقول له ان القائد ده هدده علشان يعمل كده. وبيسيبه هيتو وبيمشي، واول ما بيلف ظهره بيطلع السلاسل اللي معاه وبيكتفه وبيشيله وبيرميه في الحيطه. وبعدها بنشوف القائد وهو ماشي ورا ميوجن وبيدخل على ميوجن وكارو، واول ما بيشوفوه بيفكروه واحد جاي يقتلهم، بس هو بيطمنهم وبيقول لهم انه ضابط متعين جديد. وبيسالهم عن هيتو بيقول لهم ان في ناس عايزه تقتل هيتو، بس كارو بتقول له ان هو مش هنا، فبيقول لها انه هيستناه لحد ما يجي. وبنشوف عيونه وهي قلبه شر، وبنشوف كارو وهي بتتكلم مع المساعده، والقائد بيكون مستني في اوضه التدريب وميوجن بيدخل عليه. وبنرجع لهيتو وهو عمال يتضرب، وبيقوم هيتو بيستخدم سيفه وبيقطع السلسله وبيهزمه. وبيرجع هيتو للبيت وكارو بتقابله وبتعرفه ان القائد عندهم، واول ما بيدخل بيشوفه بيتصدم وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وكارو بتتصدم لما بيعرفوا انه القائد الجيش اللي كان بيواجه هيتو. وفجاه القائد بيقعد يضحك وبيقول ان هيتو بقى اضعف من الاول بكتير وبيكون عارف كل مواجهات هيتو، وبيمسك سيفه علشان يهاجم عليه. واول ما بيعرف ان هيتو ما عادش هيقتل تاني بيصمم انه يقتله، بس كارو بتحاول تمنعه علشان حاسه انه هيسيبها ويمشي بعد المواجهه دي. وبيهجم القائد على هيتو بس هو بيتفاداه وبينط في الهواء، ولسه هيخبط القائد بس هو بيخبطه بالسيف في بطنه وبيرميه على الارض وبيهجم عليه تاني، بس هيتو بيتصدى ضرباته وبيكون باين عليه انه تعبان قوي. وكارو بتحاول تدافع عنه لكن هيتو بيمنعها وبيبعدها عنه وبيقعد يفتكر كل قتالاتهم، وقوته بتزيد وسرعته بتزيد كمان، وبيهجم على القائد وبسرعه القائد بيضربه بالسيف لكنه بيتفاداه وبيوطي، ولسه هيضربه بيقوم القائد ضربه بالرجل فبيطيره بعيد، بس هيتو ما بيستسلمش وبيقوم تاني وبيستعد تاني انهم يكملوا القتال، والاتنين بيبدا القتال بجد. والقائد بيهجم عليه تاني بس بيتفاداه المره دي وبيضربه ضربه بتطيره ويخرجه بره البيت خالص. ونظرات هيتو بتبقى شرسه عن الاول وبيهجم على القائد وبيضربوا في بعض، وكارو بتقع على الارض وبتكون خايفه لهيتو يرجع يقتل زي الاول تاني. وهيتو بيكسر سيف القائد ونص السيف بيطير على ميوجن كان هيخرم رجله، وبيقول له الهجوم التاني هيطير رقبتك فيه. وبيلاحظ ميوجن ان هيتو كيري قوي جدا المره دي، لكن كارو بتقول له انه مش ده هيتو، ده القاتل الاسطوري اللي اختفى من زمان، وبتكون عايزه توقف القتال اللي بينهم. لكن زنزة بيدخل عليها هو والمساعده وبيقول لها انهم بيتقاتلوا دلوقتي في زمانهم القديم مش في زمانهم اللي هم فيه دلوقتي، والوحيد اللي يقدر يوقف القتال ده واحد عاش معاهم الزمن القديم بتاعهم. وبنشوف واحد راكب عربيه الحنطور وبيجري بسرعه، وبنرجع للقتال بتاعهم من تاني، والقائد بيهجم على هيتو بنص السيف بتاعه لكن هيتو بيطيره بايده، ولسه هيضربه بالسيف القائد بيطير السيف بتاعه وبيضربه كذا ضربه بالايد في جسمه وبيقلع هدومه وبيخنقه بيها، بس هيتو بيضرب درع السيف بتاعه بيضرب بيه القائد. وكارو بتقعد تعيط وبتجري على هيتو عشان تمسكه بس هو بيجري
قوي ولسه يضربوا بعض تاني، فبيدخل واحد وبيوقف القتال بتاعهم وبيقول للقائد ان مهمتك خلصت خلاص كده. بس القائد بيقول له هو مش هيوقف قتال وهكمله، وبيخرج واحد تاني من العربيه وبيكون محارب قوي جدا وقديم كان معاهم في نفس الزمن القديم بتاعهم، وبيكون وزير الداخليه في الزمن الحالي. وهيتو بيعرف ان هو السبب في كل اللي بيحصل، وبنعرف ان المحارب ده كان اقوى تالت واحد في زمانهم، ودلوقتي في الزمن ده يعتبر اقوى واحد فيهم. وبيعتذر لهيتو وبيقول له انه عمل كده علشان يقيس قوته الحاليه، وبيطلب منه انهم يتكلموا سوا. والقائد بيقرر انه يمشي، وفعلا بيمشي ويسيبهم. بس قبل ما بيمشي بيقول له انك مش هتستفيد من هيتو بحاجه، انما القاتل الاسطوري ممكن تستفيد منه بحاجه. وبنعرف ان القائد بيكون اصلا جاسوس للشرطه، وهيتو بيضرب نفسه علشان يفوق ويرجع هيتو بتاع زمان. وكارو بتفرح قوي لدرجه انها جرت عليه وحضنته، وبعدها بيقعدوا يتكلموا كلهم، وبيقول لهم انه لما كان القاتل الاسطوري وبطل بقى في واحد تاني بيقتل ويمسك مكانه، وبقى هو القائد الاسطوري. بس القتال ده ما بيظهرش خالص ومحدش يعرف شكله، حتى هيدوكيري ما يعرفش شكله. فبيقول لهم ان الشخص ده بدأ يتحرك تاني من الاول. فبيستغرب هيتو جدا علشان مفكر انه مات في الحرب، وبنعرف انه لسه عايش وما ماتش. وبنعرف انه ما ماتش في الحرب، لا ده زمايله اتجمعوا عليه وقتلوه. ومش بس كده، دول حرقوا جثته كمان، حتى بعد ما النار حرقته سبحان الله قام تاني من الموت. وبنعرف انه كون جيش كبير جدا لدرجه انه يقدر يقسم اليابان كلها نصين. وكمان بيقول له ان كل الجنود اللي بعتهم علشان يهزموه ماتوا، وبيقول له انه هيتو هو الامل الوحيد وهو الوحيد اللي يقدر يهزمه، ومكافئته هتبقى فلوس كتير قوي، وكمان اي تهمه عليه هتتشال. بس زنزا بيقول له انتوا ليه بتعملوا الجريمه وتخلوا هيتو هو اللي ينظف وراكم. فبيتعصب عليه مساعد الوزير وبيمسك فيه، بس زنزا ما بيسكتش وبيقعد يتكلم، وكلهم بيرفضوا ان هيتو يساعدهم. بس هيتو بيقعد ساكت وما بيتكلمش خالص، وبيقول لهم رئيس الوزراء انه هيسيب له اسبوعين يفكر فيهم وهيرجع له تاني. وبعدها بيسيبه وبيمشي، وبنشوف القائد وهو بيهاجم على العصابه اللي فيها وبيخلص عليهم كلهم وبيموتهم. وتاني يوم هيتو بيغسل هدوم، وزنزا اول ما بيشوفه بيضربه بالرجل وبيطيره، وبيقول له ازاي راجل زي ده يمسك رئيس وزراء. فبيقول له ان القائد ده كلب للحكومه وبيقتل اي حد من غير رحمه. وهيتو بيقرر انه يروح يقابل رئيس الوزراء، وبتدخل عليهم المساعده، وكارو بتكون قلقانه عليه قوي. وبنشوف رئيس الوزراء وهو ماشي بالعربيه وهو بيفكر لو هيتو كيري ما ساعدوش البلد كلها هتتدمر. وبنشوف واحد بيجري ورا العربيه بتاعته بسرعه كبيره، وبيدخل على رئيس الوزراء وبيحط ايده على بقه وبيقتله. وفي جنود بيوقفوا العربيه وبيقتلوا السواق، ولسه عايزين يقتلوا رئيس الوزراء بيلاقوه ميت اصلا، وبيقعدوا يضربوا بالسيف يجي اكتر من 50 ضربه. وبعد شويه بيتجمعوا الناس حواليه، وبيكون واقف جنبهم هيتوكيري، واول ما بيشوفوا الجثث بيتصدم. وهو واقف بيمشي وراه نفس الشخص اللي قتل رئيس الوزراء، وبيقول له ما تدخلش في حوار القاتل الاسطوري ده بدل ما تموت انت كمان. وبنشوف مساعد رئيس الوزراء وهو بيعيط مع القائد وهيتو. وتاني يوم بنشوف الاخبار بتتنشر بسرعه رهيبه بموت رئيس الوزراء، وبنشوف هيتو وهو عمال يفكر في كلام القائد وهو بيقول البلد هتخرب من دلوقتي. وبنرجع لزنزا وهو بيوصل تكاني، وبنشوف كارو وهي قلقانه على هيتو، وبتبص وراها بتلاقي هيتو واقف وبيكون شكله حزين جدا، وبيقول لكارو ان رئيس الوزراء اتقتل، وان اللي قتله هو القاتل الاسطوري، وانه مش هيقدر يسيبه عايش يعمل كل اللي هو عايزه. وبيقول لها انا هسافر وهروح اقتله، وكمان انا اول ما جيت قعدت معاكي انا اتغيرت وبقيت من قاتل لانسان عادي. وكارو بتكون مصدومه من كلامه، وبيقول لها كمان من ساعه قتاله مع القائد لاحظ ان في قاتل مجنون عايش جواه. بس كارو بتحاول تهديه، وبتقول له حتى لو انت اتحولت لقاتل اسطوري هتعرف ترجع تاني زي ما انت، زي ما رجعت في قتالك مع القائد وقطع الطريق. فبيقول لها ساعتها انا عرفت ارجع تاني اول ما سمعت صوتك، وكمان اول يوم اتقابلنا فيه لما قلت لي افضل معايا ما تسيبنيش وانا ما يهمنيش الماضي بتاعك. ساعتها انا فرحت قوي. فبيقول لها انا لو فضلت معاكم كل شويه هتحول لقاتل اسطوري، او حد يحاول يقتلني وهاذيكم معايا. وبياخدها بالحضن وبيودعها وبيسيبها وبيمشي. كارو بتقعد تعيط وبتقع على الارض، وبيكون مصدومه ومش عارفه تعمل ايه. وفجاه بتصوت وبتنادي على هيتو، لكن هيتو ما بيبصش وراه وبيسيبها وبيمشي.